إذاعة شباب ورياضة من القاهرة. حلوة يا بلدي، غالية عزيزة، من أسوان لرشيد والجيزة. ومحل الميلاد فين؟ مصر. محل الميلاد مصر. محل الميلاد مصر. إعداد وتقديم انتصار غريب. أدينا بندردش، ورانا إيه ورانا إيه، بنحكي ونفرفش، ورانا إيه ورانا إيه، نحب نتعرف. الاسم يوسف عيد عبد الكريم. ومنين يا بلدينا؟ محل الميلاد كفر سعد، دمياط. الإعلامي الأستاذ يوسف عبد الكريم، كفر سعد، ماذا يعني هذا الاسم بالنسبة لك؟ والله هو مسقط رأسي وليا فيه ذكريات كتيرة جدا. تمام. يمكن أنا بدأت حياتي كشاعر في كفر سعد، وتعلمت في بيت ثقافة كفر سعد الكتير. يعني يمكن تم إثقال موهبتي ككاتب على ترابيزة نادي أدب بيت ثقافة كفر سعد. وجو الزراعة والخضرة كنت دايما أحب أن أنا أروح أخد الكتاب وأقرأ في وسط الأراضي الزراعية، لأن أنا عائلتي تجار، يعني مش عندهم أرض، فكانت الأرض برغم أن احنا عايشين في وسطها بالنسبة لي شيء له قيمة جدا. وربما يمكن ما زلت حتى الآن أحد أمنياتي أن أنا يكون عندي أرض في الصحراء أستصلحها وأنهي حياتي فيها مع كتاباتي يعني. دمياط مكان له عبقرية خاصة. تمام. وتحديدا لما أقول مركز كفر سعد اللي هو مركزي، يقع في حدوده مدينة رأس البر، المصيف المعروف في مصر. فكرة انك تروح على البغاز او ما يطلق عليه بلغتنا كدميطة اللسان، وتشاهدي التقاء المياه العذبة كمصب اخر مصب نهر النيل فرع دمياط بالبحر الابيض المتوسط، وسبحان الله بتجدي هناك فاصل رباني ما بين المياه العذبة وما بين المياه المالحة، ما يختلطوش. لم يختلطوا. وده تصديقا طبعا للقرآن الكريم. وهنا دمياط طبيعة المكان وطبيعة بحري، الجو نفسه بيبعث على النشاط. يمكن كل محافظات بحري فيها الميزة دي. فتجدي ان محافظة دمياط يمكن وصفها البعض بيابان مصر. الطفل بيعمل وبيعمل مش بما لا يؤثر على حياته العلمية، يعني أغلبهم متعلمين، هم صناع بالفطرة. فتجدي على سبيل المثال، يعني بداية نرجع لتاريخ دمياط ورا شوية طبعا، ابتداء من 8 مايو في عيدها القومي، ونقول لهم كل سنة وانتم طيبين من دلوقتي. لما حاولت الحملة الفرنسية احتلال مدينة دمياط، أحرقها الشباب حتى لا يحصلوا عليها. ولذلك 8 مايو هو العيد القومي لمحافظة دمياط. تيجي على الصناعات، اشتهر دمياط بصناعة الجلود، ثم صناعة الألبان، ثم صناعة الأساس، ثم صناعة الحلويات، ثم صيد السمك، وبها أكبر أو ثالث أسطول على منطقة الشرق الأوسط. وأأمل أن يتم تطوير هذا الأسطول، لأن طبعا المراكب اللي موجودة هي بتسافر بره، ولكن السفريات اللي هي البسيطة اللي هي لا تتجاوز شهر، لا احنا لو طورنا هذه المراكب وبدأنا نهيكل أوضاع هؤلاء الصيادين بشركات مساهمة عملاقة وبسفن عملاقة للصيد، وكل 10 صيادين يشتركوا كأعضاء في شركة مساهمة، الدولة تسحب منهم هذه المراكب وتفتح لهم ائتمانات بضمانها، ونبدأ نتوسع في هذه الصناعة العظيمة التي ستسري مصر بالثروة الحيوانية. الإعلامي يوسف عبد الكريم، مش عايز أبعد كتير عن كفر سعد. يمكن كفر سعد خرج كتير سياسيين وخرج شخصيات مرموقة. الوزير الكفراوي
من كفر حسب سليمان الله البحر. الكفراوي. طبعا وزير والاستاذ ضياء الدين داوود الله يرحمه والاستاذ ضياء يعني. الدين داوود، لكن هو لان كانت الروضه بلد الاستاذنا الكبير الناصري العظيم الاستاذ ضياء داوود. هو كان وزير كمان، وكان وزير الشؤون الاجتماعيه زمان بالظبط كده، وعضو اللجنه الستينات. التنفيذيه العليا في عهد الرئيس الزعيم جمال عبد الناصر. واسس الحزب الناصري ايضا، فهو خريج حقوق. امتهن العمل السياسي وهو في مقتبل العمر، وربما على فكره البعض بيشبهني بيه لان انا ايضا خريج حقوق واشتغلت سياسه بدري. ولكن هو كان اوفر حظا مني بعد ثوره. يعني احنا طبعا تعرف ان انا من ثوار من الميدان، من الميدان. طبعا ثوره يناير و30 يونيو طبعا يونيو غني عن طبعاً. التعريف يا استاذ طبعاً. يوسف. انا بتكلم على فكره ان المكان بيكون له تاثير طبعاً. في صياغه شخصيه الانسان. انت كلمتني عن الريف في كفر سعد يعني المزروعات اللي كانت بتتزرع، كان بيتزرع ايه؟ المزروعات الطبيعيه، الرز والغله والذره والقصب. انا بالمناسبه القصب ده بقى كان ليا ذكريات لطيفه معاه، لما كان القصب ما كانش كتير جدا عندنا غير الصعيد. فكنا واحنا في ثانويه عامه نتجمع. كان بيبقى عندنا اجتماع نادي ادب الخميس في بيت الثقافه، يوم الجمعه نتجمع بعض الشعراء اللي من ضمنهم صديقنا الجميل الاستاذ محمد بركه، رئيس الديسك المركزي في جريده الاهرام حاليا، ومجموعه كبيره الله يرحمه الراحل محمود بدران، ونخبه من الشباب النهارده اللي كلهم يمكن شريف صالح كمان يعني احد الحاصلين على جائزه سعاد الصباح في الروايه. وده كل دول خرجتهم كفر سعد كجيل. كنا نروح تاني يوم من قصر الثقافه، من قصر ثقافه كفر سعد. هو لسه موجود القصر للاسف تم الغاء نادي القصر، تم اعاده المباني ولكنه فقد المعنى. كنا في مكان صغير جدا متهالك، ولكن كان مشع بالتنوير والثقافه. القصب بقى كنا نخلص النادي الاجتماع نادي الادب، وتاني يوم نقعد نروح الارض بتاعه القصب، نجيب قصب من الراجل يقطع لنا من الارض ونقعد ببلاش. لا كان بحاجه رمزيه قوي. طبعا يعني الفكره كلها ان احنا نقعد في وسط الارض الزراعيه وننقي القصب اللي احنا كان ده بالنسبه لنا نزهه يعني. أيوة. كان ده حاجه ترفيهيه جميله جدا. ونقعد نروح من العصر مثلا عند المغرب كده، وان هو الراجل لازم صاحب الارض بيروح واحنا بنروح احنا كمان. قصر الثقافة أستاذ يوسف عبد الكريم بتقول لي المعنى بتاعه ما عادش زي زمان، يعني دوره قل. هل الطبيعة نفسها كمان دورها قل؟ الأرض الزراعية أنت بتروح طبعا من حين لآخر، طبيعة السكان أولا للأسف الشديد الروح اتغيرت طبعا. وده لأن لما يحصل عندك اضمحلال في الثقافة العامة، الروح بيحصل نوع من الهبوط الروحي، بينسحب على المناطق وبينسحب بينسحب على مستوى الجمهورية. النهارده للأسف الشديد قد ايه احنا كنا بنقدر ان يعني اسف تعبيري اللي هو البرسيم ده اللي هو انا كنت احب من هذا المنظر بشكل. مزارع البرسيم طبعا رائعه. لا كنا مثلا نطلع فوق البيوت من فوق اللي قريبه من الخضره عشان نشوف زراعه البرسيم، المساحه الخضراء الكبيره والهواء بيشغلها، فتعمل لك حاله رائعه. اتغير طبعا ده. هذا المشهد اصبحت الارض الخضراء مباني والناس تتربع، مباني عاليه كمان، ومباني عاليه وعشوائيات ومفيش تنظيم. وافقدوا الريف جماله. ده جانب. الجانب الاخر يمكن للاسف الشديد ربما ابتداء من 98 ونظام الرئيس الاسبق حسني مبارك بنى مباني عملاقه ورائعه، ولكنه افقدها المعاني. بنى المباني وافقدها المعاني. بنى الوحده الصحيه في البلد، كان عندنا مستشفى كبيره جدا كان فيها حوالي 30 سرير. انا فوجئت في اخر زياره ليا للبلد ان تحولت الى وحده صحيه لا تتجاوز 200 متر. طب يا جماعه فين المستشفى الضخمه وفين سكن الاطباء اللي عمله عبد الناصر؟ فين هذا الكلام؟ قال لك لا ده هم خلاص خلوها وحده نموذجيه على مستوى الجمهوريه. طب فيها طبيب موجود؟ ما فيش فيها. نرجع لقصر الثقافه تاني نلاقي ان كان لحد 98 هناك نوادي الادب، وانا كنت واحد منها وكنت عضو مجلس اداره. والسيد فاروق حسني اصدر اوامره بقفل او غلق كافه نوادي الادب اللي ما فيش فيها 9 من اعضاء مجلس ادارتها لهم حد ادنى اصدارين. طيب انا النهارده خارج من الريف، ووزاره الثقافه او الهيئه العامه لاصول الثقافه كانت بتدي لكل نادي كتاب او 2 في السنه، واحنا كنا حوالي 20 مبدع موجودين. اذا ما فيش معانا الامكانيه ان احنا ننشر، لكن كانت النوادي شغاله وبتفرخ وبيطلع منها مبدعين في شتى المجالات. فللاسف الشديد
دي كانت بداية اضمحلال أصول الثقافة وتحويلها إلى بيوت تسكنها الغربان. وبالتالي أناشد وزير الثقافة رجعوا بيوت لبيوت الثقافة، نوادي الأدب مرة أخرى حتى تجتذب هؤلاء الشباب، لأن هي خرجت مبدع وشاعر وإعلامي وكاتب صحفي ومذيع كمان. نقول لك مبروك الأستاذ يوسف عبد الكريم يعني. أشكرك يا فندم، أشكرك. والمبدعين الحقيقيين بيجوا من الأقاليم، ده حقيقي، وهناك من هم معروف. أفضل مني بكثير يعني سواء في الصعيد طبعا ضد الفكر الرومي وضد يا فندم. احنا سيبنا شبابنا للجماعات المتطرفة تلعب في دماغهم. صحيح، دي جريمة. لما يبقى في إشغال عندي ثقافي وفكري وتنويري الوضع هيكون مختلف. محل الميلاد مصر. محل الميلاد مصر. إعداد وتقديم انتصار غريب.